مساء يا جماعة، عاملين ايه؟ الحمد لله ما عنديش برد. الحمد لله، يعني بقالي كتير قوي ما اتكلمتش معاكم، ما عنديش برد. مساء الخير، عاملين ايه؟ النهارده معانا تجربة للاين كامل. طبعا شفت الثامنيل وفاهم هو لاين ايه، فمش هنقعد نعمل انترو كبيرة يعني. وهو لاين ماي كلاود. البوكس اللي انا خدته في اوتنج المطورين. دي معلومه مهمه وهنحتاجها بعدين، فخليك فاكرها، بس دي حاجه مهمه. طبعا لاين ماين كلاود مش محتاج يعني هذا الضخم، انت اكيد غالبا جربته قبل كده اصلا، وانا جربته كتير جدا. لكن انا هري تجربه، يعني في حاجه اسمها هري تجربه، هجرب تاني من الفليفرز من الاول. وفي حاجه اكتشفتها وانا بجرب الفليفرز تاني، وده هتفهم ليه انا بقول لك ان انا خدت البوكس من المطورين. احنا هنجرب الفليفرز كلها، والمهم ان في فليفر جديد. الفليفر الجديد ده يمكن ده اغرب تجربه انا مريت بيها في هذا العصر من البيبي، وهتفهم ليه ساعتها. بس خلينا نخش في الموضوع على طول في البوكس ونجرب اول فليفر. زي ما احنا متعودين دايما على كل فليفر بنغير الويك ونجرب على الدريبر بتاعنا. واول فليفر هنجربه معانا هو البلو بيري تشيز كيك. طبعا زي ما قلت لك انا جربت كل الفليفرز دي قبل كده، ودي حاجه مش جديده عليا يعني، لكن انا هشرح لك الموضوع برضه في حاله انك اول مره تجرب فليفر منهم يعني. والحقيقه ان انا بدات باصعب واحد اقدر افصصه لك. البلو بيري تشيز كيك ده ما تقدرش تشبهه مثلا بليكويد معين بريميوم او حاجه، هو حاله لوحده مختلف. مش مثلا هقول لك ان هو جام مونستر، هو حاجه تانية خالص. طعم البلو بيري هو اللي واضح فيه اكتر، في نسبه تسكير متوسطه مش عاليه، مش الليكويد اللي يزهقك او تجزع منه بسهوله، لا انت ممكن تشربه اول داي عادي. بالنسبه لي هو بيرفكت جدا ل 30 مللي، ممكن ما اجيبش منه 60 مللي، لكن اشرب منه 30 مللي عادي جدا من غير اي مشاكل. طبعا بتكلم بناء على ذوق الشخص يعني. التشيز كيك فيه وظيفتها بالنسبه لي ان هي بتكسر السكر شويه. البلو بيري لوحده بالنسبه لي ممكن يجزعني شويه، لكن التشيز كيك اللي فيه ده مخليني يعني مخليني قادر ان انا استصيغه اكتر او ان انا ادوقه اكتر. فيه واضح قوي. انا احسبه محجوزات لا، لكن تقريبا انا ما شفتش لاين مصري او حتى في تجربتي انا يعني بريميوم شبه حاجه زي دي. هو ده مختلف حاله لوحده. هل انا اقدر افصصه لك او اشرحه لك؟ صعب شويه بالنسبه لي الفليفر ده بالذات، لكن هو يستحق التجربه. فانا انصحك انك على الاقل هات منه ازازه 30 مللي. لو انت بتحب التوت فده اختيار موفق جدا. مش مسكر، مش ماسخ، مش توت اللي هو توت، توت اللي هو دواء والشغل ده، لا خالص. تشيز كيك فيه مش لاذع قوي، فالطعم فيه موزون يعني. مش على الفليفر اللي بعده بعد ما نغير الويك. طبعا تاني فليفر هو البطيخ. في فليفرز في اللاين ده بالنسبه لي من المميزات قوي، انا بستخدمها بشكل دوري. البطيخ بالنسبه لي لا منه اورجانيك ولا منه مش اورجانيك، هو في النص، مش مسكر قوي برضه، متوسط. خد بالك دي سمه في اللاين كله، عشان بس ما تفتكرش ان انا هفضل اقولها كتير، لا هي دي سيفن في اللاين كله فعلا. ايس عادي يعني بتاع زمان، عادي جدا، خفيف، بتحس بيه بعد ضف اتنين تبدا تحس ان في ايس خفيف كده. بالنسبه لي اشبه بالنعناع، نيكوتين تمام بشكل كبير. قال البطيخ اللي انا اروح اجيبه، مع اني جربت بطيخ كتير عادي، خصوصا ان البطيخ ده يمكن اقلهم في حته السكر دي. مش اورجانيك قوي زي ما قلت لك، مش طعمه بطيخ حقيقي قوي، بس بالنسبه لي هي ميكس كده مخليني لا تمام يعني. انا ممكن اجيبه تاني عادي جدا. ايس موزون، نيكوتين مش ترزيع قوي، هادي متوسط، طعم مش قوي قوي، مش لاذع زياده عن اللازم يعني، من الاخر ما يجزعنيش. فهو ميكس كده لطيف يعني. انا ارشح برضو ان انت تجربه ولو زي 30 مللي على الاقل. نخش في الفليفر اللي بعده. ده طبعا واحد من الفيفوريتس عندي، وهو السيكريت ميلون. ده غالبا انت جربته قبل كده اصلا. لاين فليفر قوي جدا، وان اوف كايند يعني. ما فيش حد تقريبا عمل الفليفر ده بنفس الطعم ده. بص انا مش عارف هو وصفه ايه، بس هو بالنسبه لي انا هو شمام، طعمه شمام بالظبط، او بلغه تانية كانتالوب. وده من الفليفرز التوب تير بالنسبه لي. ده من الفليفرز اللي انا برجع لها على طول. 10 فليفرز انا برجع لها اول باول. سيكريت ميلون كده كده منهم. فليفر مميز ما اتعملش تقريبا، انا وانا ما دقتوش في حته. سكره موزون جدا اصلا يعني. فاكهه الشمام دي مش بتبقى، هو ما اعرفش هو شمام ولا لا عشان بس ما اكونش بعاقب، بس انا بالنسبه لي هو شمام، انا بدوقه شمام. الطعم فيه واضح وقوي خد بالك، لكن ما بيجزعنيش. ومع اني ما بشربش فاكهه الا ان انا بروح له كل فتره بجيب منه ازازه 30 مللي. انا ما بشربش فاكهه خالص، فانا كل ان انا بشرب ازازه منه 30 مللي كل فتره من الاساسيات. فده انجاز في حد ذاته. انا ممكن اعتمد على ده لوحده. انت طبعا عارفين ان انا توباكو اكتر حاجه يعني، انا انسان توباكو جدا، بس يعني السيكريت ميلون ده انا بروح له بصفه دوريه. وفعلا مميز قوي قوي قوي. لو انت ما جربتوش لا انت لازم تجربه. هات لك ازازه منه هجربها لازم يعني. ويعني خد بالك ده هيبقى من التوب 3 كده كده في الفليفرز دي كلها اللي احنا هنجربها. نخش على الفليفر اللي بعده. طبعا ده بقى السكه بتاعتنا احنا، وهي التوباكو بسكت نتس. توباكو بسكت نتس ده اللي هيخلينا نروح للتعليق اللي انا عايز اقوله. بص بقى، توباكو بسكت نتس والتوباكو اللي بعده الاثنين كان ليها معاهم تجربه زي الزفت، لكن انا اكتشفت حاجه. البوكس اللي انا خدته
من المطورين زي اي حد. انت لو كنت رحت المطورين واشتريت كنت هتشتري نفس الازازه، مفيش اي مشاكل. انا ما خدتش حاجه سبيشال اديشن يعني او حاجه معموله مخصوص للريفيو خالص. هو البوكس ده كان موجود في المطورين عادي جدا، لكني عمري ما اشتريت الليكويد ده نفس اللون ده. غالبا كل مره بجيب الفليفر ده بيبقى اوفر كوكد، فبالنسبه لي حكمي عليه بيبقى ظالم، لان هو ده مش طبيعته. الليكويد اصلا مش غامق قوي زي ما انا كنت بجيب. انا كل مره كنت بجيبه بيحرق لي الويت بسرعه جدا، وطعمه تحس ان في حاجه قافله قوي. لكن لما جربته المره دي، لا بصراحه ده مميز. هل هو افضل توباكو بسكوت ناتس انا جربته؟ لا، بس هو مميز. وخد بالك التوباكو فيه مش ضغط قوي، يعني هو البسكوت والناتس فيه هي اللي واضحه شويه. بالنسبه لي انا حاسس البسكوت فيه هو اللي ساقط شويه، لكنه ميكس على بعضه. هل انا اروح اجيبه؟ عادي جدا. لما انا بروح ستور مثلا ما الاقيش فيه لاينات كتير انا عارفها ولقيت ده، لا انا هروح له عادي جدا، هو حلو. بس زي ما قلت لك، حاول تنقي وانت بتجيب، اختار الفليفر، او اختار ان هو ما يبقاش قديم، او ان هو بقاله فتره متعتق تعتقه ما يبقاش زياده قوي، لان لو بقى غامق قوي كده يعني التجربه مش تبقى حلوه قوي. وانا مريت بده وبقول لك ان هو اصله مش كده. لو انت جربته زمان او جربته قبل كده وحسيت ان هو طعمه مش حلو او هو بيحرق الوك بسرعه، في حاجه بايظه في الموضوع، فلا هو بس كان متعتق زياده قوي. لكن انا اول مره اجربه اصلا المره دي بهذا الشكل، يعني ان هو لونه اصفر عادي، مش لونه اسود. الفليفر فيه واضح جدا. فلو انت ليك تجربه سيئه ارجع جربه تاني، بس اتاكد ان هو تعتيقه تمام، مش اوفر كوكد قوي، وهتغير رايك غالبا. نفس الكلام ينطبق على الفليفر اللي بعده، والفليفر اللي بعده هو التوباكو هيزل نوت فانيليا. توباكو بندق فانيليا. بندق فانيليا ده برضو ميكس من الميكسات الحلوه قوي بالنسبه لي. انا كنت طبعا في الاول مش فاهم ليه الناس بتحبه، وانا شايف ان هو مش احسن حاجه. طلع نفس الفكره اللي انا قلتها لك بالظبط. هو بس ببساطه كان متعتق زياده او اوفر كوكد قديم، انا ما اعرفش. لكن لما جربته دلوقتي لا، انا رايي اتغير فيه تماما. برضه ده من الميكسات اللي انت مش هتشوفها في لاين تاني بنفس الطبخه دي. البندق فيه واضح، الفانيليا فيه واضحه، التوباكو فيه مش خشن قوي، مش قفيل قوي. والاهم من كل ده ان هو بالنسبه لي مش مسكر، رغم ان هو الفانيليا فيه واضحه واضحه جامده، البندق فيه واضح جدا، لكن مش مسكر، مش اوفر. اول داي فيبنج عادي جدا. هو بسكوت نات. بالنسبه لي التوباكو هيزل نات ده يمكن اول داي اكتر. تجربه برضو مش هتمر بيها الا مع اللاين ده. وتاني اقول لك، نفس الليكويد ده انا جربته قبل كده وكانت تجربتي معاه زي النيله. خد بالك لما انت تكون بتجيب الليكويد ده نقي مكان كويس، ما يبقاش اوفر كوكد، ما يبقاش متعتق زياده، ما يبقاش لونه اسود خالص، لان انا تجربتي معاه كانت سيئه بسبب ان انا مش اخترت مكان غلط. ما اعرفش، لكن الازازه كانت غريبه. يعني تجربتي معاه المره دي جميله جدا بصراحه، ما اقدرش اعلق عليها. فما اعرفش بقى هل دي بقى غلطه من عندي ولا غلطه من التخزين ولا ايه. لكن لو انت بتجيبه من اوتنج او زي ما انا جبته، هتمر بتجربه جميله جدا يعني. بعدين نغير الويك عشان نخش على الفليفر اللي بعده، وهو الايس بيتش سترو. انا طبعا مش من محبين الفاكهه قوي، خصوصا في الام تي ال، انتوا فاهمين، لكنه ميكس حلو. الغالب فيه الخوخ، هو مسكر شويتين، يمكن ده اكتر فليفر مسكر في كل اللي احنا هنجربه. اكتر فليفر فيهم اورجانيك، يعني طعم الخوخ هو خوخ قوي، مش طعمه بونبوني مثلا، لا هو خوخ. الفراوله فيه كسراه بس من بعيد شويه، فما بيجزعش قوي. بالنسبه لي حلو جدا، بس اشربه دي ال. يعني ام تي ال دي ممكن ازازه كل فين وفين كده 30 مللي، لكن دي ال هيبقى رائع جدا. ارشح انك تجيبه، بس خد بالك هو مش ايس عالي قوي. ولو انت ما بتزهقش من الفواكه زي حالاتي، انا بالنسبه لي الفواكه اخري معاها تانك وخلاص. لو انت راجل بتحب الفواكه فهو مميز جدا، مش ايس عالي قوي، او يمكن ايس اللي هو يا دوب هتحسه، يعني مش اللي هو هيزعجك خالص، بعيد خالص عن الايس اللي هيزعجك. هيجزعك على حسب ذوقك. انت ممكن تكون شخص عادي، بالنسبه لك انت تشرب بينك بانثر، لو انت تشرب بينك بانثر فده بالنسبه لك ده ماسس اصلا. لكن تو ماي تيست يعني هو شويه ممكن يجزعني، فاشربه دي ال عادي، ما عنديش مشكله. لكن ام تي ال يعني بكتير ال 30 مللي دي، مش هزود عن كده. نخش على الفليفر اللي بعده بقى، وهو الكريمي بسكت نتس. طبعا ده برضه من الفليفرز انا كان ليا تجربه معاها مش حلوه، بس لما جربته المره دي هل الوضع اتغير؟ 100%. رأيي اتغير 100%. لكنه ماي ليست فيفورت برضه. هو طعمه شبه وصفه بالظبط، هو كريمه بسكوت مكسرات، ده اللي انت هتدوقه فعلا. الكريمه فيه، بس عايزين نشوف بعض الرجاله. الكريمه فيه هي اللي طاغيه شويه، الكريمه فيه قويه، لو انت راجل بتحب الكريمات فده حلو. المكسرات فيه مش قاسيه، مش هتحس بطعم المكسرات داخل خانق معاك لا عادي يعني. ولونه في العادي غامق هو ده لونه بقى العادي الطبيعي عادي، فما تستغربش لو انت رحت جبته. مميز
بس ممكن تكون دوقته قبل كده في لاينات تانية. بالنسبه لذوقي انا الشخصي هو مش افضل حاجه بالنسبه لذوقي الشخصي ان انا اشربها اول داي. ما اعرفش، انا ممكن انا مش مزاجي الحته دي. بس هل هو مميز؟ هل انصح ان انت تجربه؟ طبعا، يعني هو كمخبوزات هو رائع، بس تو ماي تيست انا بالنسبه لي يعني ممكن يكون دقت احسن، يعني مش نفس الفليفر بس كميكسات احلى. يعني في النهايه الحته دي اذواق، يعني انت ممكن تدوق ده فعلا تقول ان ده افضل فليفر انت دوقته في حياتك، عادي. خد بالك الحته دي بالذات اذواق، انا بكلمك هنا كفليفر ما بكلمكش ككواليتي. وخد بالك ان هو الفليفر بتاعه مش قوي قوي اللي هو بيزهق، لا عادي معقول جدا. فانصحك انك برضو امر عليه ولو مره. يعني تش بقى على الفليفر اللي بعده، لان ده برضه من التوب تير بتاع اللاين بالنسبه لي، والميكسات المميزه جدا. هو ولاين او اتنين كمان بالنسبه لي اللي انا ممكن اشرب منه الفليفر ده وهبقى مبسوط جدا، وهو الاورنج مانجو. الاورنج مانجو مانجا برتقال اكتر فليفر انا دقته في اللاين ده. اورجانيك ده بقى جميل، برتقال فيه واضح، البرتقال هو اللي غالب شويه، كسر المانجا جامد ما تزهقش كده. الفليفر من 5 مثلا في حياتي اللي دقتهم اللي انا اشربهم ما ازهقش منهم، ارجع له بشكل دوري. ناس كتير بتطلبه عامه لان هو فعلا مميز، يستاهل جدا انك تجربه اكتر من المانجا لوحده. الميكس ده فعلا رائع جدا، سواء ام تي ال سواء دي ال، ودي ميزه. يعني اما البرتقال فيه اورجانيك قوي، يعني انت عامل برتقال كده حقيقي انت هتتبسط منه جدا، مش مسكر بشكل يجزعك خالص. بالنسبه لي يعني هو ميكس رائع، معمول بالظبط على الشعره، مفيش اي حاجه ممكن تزيد او تقل. ده طبخه ممتازه بالنسبه لي. هل هو ايس؟ اعتقد لا، يعني انا ما حسيتش باي ايس فيه، لكن هو بالنسبه لي كده رائع، مش سخن، يعني مش بحس ان هو الفليفر سخن بشرب برتقال سخن. حلو صراحه، انصحك جدا انك تجربه، وده برضه هيبقى من التوب 3 مرتاح. ونخش على الفليفر اللي بعده، والفليفر ده بقى برضه غالبا مش توب 3، ده هيبقى توب 1 خصوصا في الفتره دي، وهو السيكريت كوكو. طبعا السيكريت كوكو ده بص هو المفروض كوصف ان هو جوز هند لبن، بالنسبه لي هو طعمه صوبيا. انسب حاجه انا ممكن اشربها اليومين دول. لاوي ميكس حلو جدا، موزون جدا، مفيش اي حاجه مسكره في الموضوع، طعمه صوبيا يا جماعه. يعني بدون اي تفاصيل هو ده روح اشتريه، لانه فعلا مناسب قوي للايام اللي احنا معانا دي. مش ذوقك الفواكه، مش ذوقك الحاجات الفواتح، بس هاته بجنب الفليفر اللي معاك اوريدي توباكو مثلا، وخليه 30 مللي يا عم، ما تجيبش منه 60 مللي، هيعجبك قوي. ولو انت دي ال ودي ده ودي دلوقتي، ده مناسب جدا الفتره دي بالنسبه لي. ده من الفليفرز الثابته جدا معايا من اللاين ده اللي انا بجيبها بشكل دوري، ده كده كده. ولسه معانا فليفرين كمان. الفليفر اللي بعده هو المانجا. المانجا دي بقى بص، يعني بالنسبه لذوقي انا شخصيا المانجا دي مش افضل مانجا هتدوقها في حياتك، ولكن المانجا دي بالنسبه لي هي فيها ميزه قد تكون مش موجوده في اي لاين تاني انا جربته. المانجا دي ما بتزهقش، لان هي نسبه السكر فيها قليله جدا. طعمها مش اورجانيك قوي لكنه موزون جدا كسكر، فبالتالي انت تقدر تشرب منها على مدار كبير. يعني في ناس انا اعرفهم اللي هم كيفه المانجا ما بيجيبوش غريبه غير المانجا دي، ليه؟ ما بتزهقش، تشرب منها على مدار اليوم فتره طويله عادي. انا طبعا بنتكلم عن الدي ال في الحاله دي، ام تي ال الموضوع بيختلف شويه. هي مانجا مميزه، مميزه في حته السكر دي جدا. خد بالك وانت بتجيبها ركز كويس قوي في ان انت تجيبها 30 مللي على الاقل في الاول، لان هي دي طبعا في الحته دي اذواق. بس انت لو هتجيب مانجا بتدور على مانجا ما تبقاش مسكره اوفر، ما تبقاش مسكره بحيث ان هي تضايقك. في نفس الوقت حته الفليفر دي يعني اذواق في النهايه، بس بالنسبه لشخص انا هي مش افضل طعم مانجا لكن افضل نسبه سكر في مانجا. فانصحك بالتجربه، جربها ولو مره، واعتقد ان انت يعني ممكن تثبت عليها بعد كده اصلا بسبب حته السكر دي بالذات. اخر فليفر معانا طبعا وده ملوش دعوه بالسكر اكيد، وهو الليمون ايس ليمون. ده بالنسبه لي اشبه بالليمون نعناع شويه. اي حد بيطلب مني فليفر ليمون عامه انا برشح الفليفر ده جدا. اقرب بالنسبه لي لعصير ليمون من كونه ليمون، مش مر مش مسكر، في النص، مميز مش هتقابله كتير، ولكنه مش اورجانيك. يعني خد بالك مش هتاخد ليمون بمرارته، لا هو ليمون اشبه بعصير ليمون شويه على انه ليمون فعلا طبيعي، والميكس على بعضه كده نسبه سكر موزونه، مش مر مش مسكر، في النص. اعتبر ان انت رايح تجيب عصير ليمون، ده بالنسبه لك هيبقى مميز. الايس بتاعه يعني ممكن تمشيه منت، بالنسبه لي حاسه منت اكتر منه ايس. الايس بتاعه هادي جاي من الخلفيه كده، مش ايس اوفر يعني، قواهم غالبا لكنه مميز برضه. عامه نوادر لما بلاقي ليمون بالنسبه للذوق انا يعجبني، ده طبعا من الحاجات اللي بتعجبني بشكل دوري لما حد بيسالني على ليمون. ماي كلاود من الحاجات اللي برشحها جدا. كده ينقلنا لاخر فليفر معانا، والفليفر اللي معانا ده بقى دارك توباكو. ده اصلا في التانك اللي انا بشرب عليه بقالي فتره طويله وبجربه، والحقيقه ان ده رو دارك توباكو ده من الحاجات اللي انا احترت جدا، لان انا اول مره اجرب حاجه كده. بص بقى ده ليكويد
مش هتقابله تاني. انا عمري ما جربت ليكويد سيجاره قوي كده، انا حاسس ان انا بشرب سيجاره فيها طعم حتى الطافي بتاع السيجاره. انا بالنسبه لي ده سيجاره مش ولعه، بس تحس في الفليفر ان في ايوه في فانيليا وحاجات كده، بس الميكس على بعضه مديك طعم سيجاره من غير الفرق بتاعها، بس نفس ريحه السيجاره بالظبط، نفس تحس ان فيها ريحه من الطافي بتاع السيجاره. بصراحه هو ميكس مميز قوي، ده اكتر فليفر هرشحه لحد عايز يبطل سجاير. هل هو الاختيار الانسب لاي حد عايز يبطل سجاير؟ ممكن، مش شرط، في النهايه الحاجات دي اذواق، وممكن اللي يجي معاك ما يجيش معايا، بس انا اكيد هحطه في الليسته. لو حد عايز يقول لي ابطل سجاير ابدا بايه، اكيد هرشح ده منهم. الفليفر ده شبه السيجاره جدا، كراب تجربه للسيجاره، فشابوه عامه على الفليفر ده، لانه مش شبه اي حاجه انا جربتها. مش بقول ان هو افضل حاجه انا قلتها في حياتي، لكنه مش شبه حاجه وانا جربتها خالص. هو مميز جدا، بيلعب في حته لوحده، والنيكوتين بتاعه كويس جدا. انا جربته في رمضان كمان، فالتجربه كانت قويه يعني. وانصحك فعلا انك تمر بيه لو انت من عشاق التوباكو. ده ميكس توباكو انت مش هتجربه في حته. انت ممكن تكون جربت توباكو مكسرات، كريمه مكسرات، اي توباكو حاجه، لكن ده ميكس انت مش هتقابله بعد كده. يعجبك او ما يعجبكش ما اعرفش، يعني ممكن بالنسبه لذوقك انت ما يعجبكش، لكن بالنسبه لنا هو ميكس جديد. وانا بقالي كتير قوي ما جربتش حاجه جديده وقريبه قوي للسيجاره كده. هو فكرني بالسيجاره فعلا. انصح اي حد عايز يبطل سجاير بانه يجرب الفليفر ده. وفعلا من وجهه نظر انا، انت مش هتمر بتجربه قريبه من السجاير في فليفر ده الفليكويد ده. شكرا جدا ان انتوا كملتوا الفيديو للاخر. طبعا اتمنى يكون ده شكل من اشكال الفيديوهات القديمه اللي انتوا كنتوا بتحبوها، العشوائيه دي، فيديو فيه ووكينج وحاجات كده من اللي احنا افتكرناها دي. واتمنى ما اكونش طولت عليك في الفيديو ده برضو. مش عارف هو هيصفى على كام، بس اعتقد ان هو مش هيبقى طويل قوي، مش عارف. واتمنى تكون عامل لي فولو على الانستجرام وفيسبوك، بنزل عليه حاجات مهمه بعيدا عن اليوتيوب. اليوتيوب مات يعني، اليوتيوب اداني 3 سترايك ولا 2 سترايك ورا بعض ومش عايز او شايف ريتش الفيديو عامل ازاي بالظبط كده، تلاقي ريتش الفيديو زي الزفت. هنعمل ايه؟ خليك معانا بقى في البلاتفورمز الثانيه لحد ما ده يعود الى الحياه يعني. وانا بنزل حاجات اكسكلوسيف للاماكن دي يعني بعيدا عن اليوتيوب. شكرا جدا انك كملت الفيديو للاخر تاني. اتمنى ما اكونش طولت عليك، وكل سنه وانت طيب، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cool.